لو فاكر إن العفاريت ما بتطلعش في الصور، فأشباح قصر هامبتون ليهم رأي تاني. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. قصر هامبتون من القصور الملكية الموجودة في جنوب لندن، واللي بناه واحد اسمه توماس ويسلي. كان رجل دين مسيحي كاثوليكي، وكان قريب جدا من الملك هنري الثامن، وصرف على القصر ده فلوس متلتلة لدرجة انه بقى أفخم من قصر الملك نفسه. بس يا فرحة ما تمت، انفصلت انجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية، وأسس الملك هنري الثامن الكنيسة الإنجليكانية. وتوماس ويسلي قال يلحق نفسه ويثبت ولاءه للملك مهما حصل، فقام مديله قصر هامبتون هدية بدل ما يقلب عليه. الكلام ده كان سنة 1525، ومن وقتها ما شافش قصر هامبتون يوم عدل مع الملك هنري الثامن، اللي خلص على أكتر من زوجة ليه في القصر ده، واللي ظهرت أشباحهم فيه واحدة ورا التانية. هقولك إيه اللي حصل لهم بعد شوية. بس أغرب ظهور للأشباح دي كان في سنة 2003، لما سمع الحراس صوت جرس إنذار جاي من قاعة من قاعات القصر، اللي لما وصلوا لها لقوا كل بيبانها مقفولة وكل حاجة في مكانها الطبيعي. بس الموضوع بعدها فضل يتكرر أكتر من مرة، لحد ما واحد من الحراس راجع شريط كاميرات المراقبة ولقى باب من بيبان القصر بيتفتح فجأة لوحده، ويظهر من ورا الباب جسم غريب كأنه شخص لابس بالطو طويل، وقفل الباب مرة واحدة. ولما رجعوا تسجيلات الأيام اللي بعدها لقوا نفس المشهد بيتكرر للباب اللي بيتفتح ويتقفل فجأة، بس من غير الشخص اللي لابس بالطو. وبعد ما وصلت القصة لوسائل الإعلام وتعرض مشهد من شريط الفيديو اللي فيه الشبح، بعض الناس شككوا في حقيقة الموضوع وقالوا إنه الجذب السياحة والشريط متفبرك. بس إدارة القصر بعدها صرحت وقالت إن الشريط سليم ومحدش ولا زوره ولا فبركه. وعشان يردوا على اللي بيشككوا وبيقولوا إن ممكن يكون حد من الحرس اللي شغال في القصر يكون هو اللي عمل الفيديو، أكدوا إن المنطقة اللي ظهر فيها الشبح ما فيهاش حراس من أصله. وزي ما اتقسم الناس بين اللي مصدق الفيديو واللي مش مصدق، اختلفوا برضو على هوية الشبح نفسه، لأنهم محتارين يكون مين من اللي خلص عليهم هنري الثامن. يعني أول شبح من اللي ظهروا في القصر في فترات مختلفة كان شبح كاثرين هوارد، ودي الزوجة الخامسة لهنري الثامن اللي اتهمها بالخيانة وسجنها في القصر. وفي مرة قدرت تخرج من الأوضة اللي محبوسة فيها، وفضلت تخبط على أوضة الملك هنري الثامن وهي بتعيط وبتترجاه إنه يسامحها، وده كان قبل إعدام بفترة قصيرة. ويقال إن شبح كاثرين لسه بيمشي في ممرات القصر لحد النهاردة. وتاني شبح هو شبح جين سيمور، ودي برضو مرات الملك بس رقم 3، واللي ماتت بعد ولادتها للملك إدوارد السادس ابن الملك هنري سنة 1537. وبيقولوا إن شبحها ظهر في عيد ميلاد ابنها وهي شايلة شمعة منورة. وزي ما كان في أشباح لزوجات الملك، ظهر كمان أشباح للناس اللي شغالين جوه القصر، زي شبح صايب البن مربية الملك إدوارد السادس في طفولته، وبيسموها شبح السيدة الرمادية. وبيقول حراس القصر انهم دايما كانوا بيسمعوا صوت مغزل وصوت ست بتغني، ورغم انهم دوروا كتير وفي كل حتة الا انهم ما قدروش يوصلوا لمصدر الصوت. بس الغريب ان بعد سنين طويلة واثناء ترميم القصر، اكتشف العمال اوضة صغيرة كان فيها مغزل، وتقريبا كده ده اللي كانت بتستخدمه المربية. بس في النهاية تفتكر فيديو الشبح سليم ولا متفبرك؟ وهل ممكن الكاميرات تصور اللي ما نقدرش نشوفه؟ اكتبولي في التعليقات.